ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبعا إدارة الأهلي دلوقتي أنا متخيل اللي هم هيبعتوا جواب لإدارة نادي الزمالك، هيقولوا له نشكركم على حسن تعاونكم معنا. ليه؟ ما هو ده كده طبيعة بتاعت الزمالك يا جماعة، ربنا ما يقطع له عادة يعني. هو كده يعني إيه؟ يعني الأهلي أول ما يخسر يقولوا على طول الزمالك على طول تاني يوم ما يزعلوش ولا يزعل جمهوره. ايه هزيمه النهارده ما تزعلش. وبتبقى ايه بقى؟ يعني امبارح الاهلي مهزوم من بيراميدز بطل افريقيا، انت النهارده مغلوب يا اهلي من بطل افريقيا، فما فيش مشكله. مغلوب من فريق كبير، مغلوب من فريق كان بينافسك السنه اللي فاتت، لكن مش مغلوب من فريق درجه تانية، مع احترامنا لوادي دجله. فانت النهارده مغلوب من فريق يعني كبير. فالزمالك على طول بيرد كده وما بيزعلش جمهور نادي الاهلي، بيقول له ايه يعني انا ما بلحقش زي ما بالعربي كده الحاجات اللي بيعملوها دي اللي بيقولوا عليها تحفيل والحاجات دي انا ما بحبهاش الحاجات دي كلها يعني عامه. فدي حاجه. تاني حاجه، طيب هناخدها حاجه حاجه كده. اداره الزمالك اول حاجه بقول للاخ جون ادوار، انت شايف ده مدرب؟ ده مدير فني؟ فريرا ده مدير فني اللي طلع بيخبط في اللعيبه بتاعته زي الجزيري وزي احمد حمدي؟ ده مدير فني ويليق بالزمالك؟ طيب بعد الخمس مطوشه اللي لعبهم دلوقتي غير المطوشه الوديه اللي لعبها في فتره الاستعداد، انت شايفه يا كابتن انت واداره الزمالك اللي الراجل ده يصلح يقود نادي الزمالك بعد كده؟ انا نفسي افهم يعني. الاهلي اللي هو كان بيصبر على المدربين وعمره ما عملها يمشي مدرب بعد اللقاء الرابع في الدوري، ما حصلتش. مشى الراجل بتاعه وهيجيب مدرب. انت النهارده بعد 5 مطوشه وثلاث 4 مطوشه فتره استعداد، وكان بالمناسبه برضو فتره استعداد اتغلب من وادي دجله، يعني انت شايف الفريق دوت. فانت النهارده شايف يا جون يا ادوار الراجل ده يصلح يكمل المسيره مع نادي الزمالك؟ يبقى كلامنا كان صح لما قلنا الراجل ده ضعيف فنيا، لا يصلح اللي هو يقود الزمالك بكل حال من الاحوال. صدقني انا قلت لا يصلح، والراجل ده الايام بينت اللي كلامي صح، اللي هو لا يصلح. ده حاجه. يبقى ده الراجل ده فنيا ما عندوش، فقير فنيا. تعامله مع اللعيبه واضح اللي هو فيه يعني تنشنه ما بينهم وبعض اللعيبه. واحد زي معالي ده، فين معالي اللي انت اشتريته؟ عبد الحميد معالي فين؟ اللاعب الدولي المغربي الشاب اللي بيلعب في منتخب الشباب مش موجود. عمرو ناصر لعبت ماتش او دقيقتين 3 كمان ومش موجود بعد كده. لما نيجي نقول بقى على اللعيبه يبقى احنا خلصنا على مدير فني. تعال بص على اللعيبه. لعيبه اشتريت سكواد ضعيف جدا، قلنا كده سكواد ضعيف جدا، وقلت لك طلع لي لعيب سوبر. مفيش لاعب سوبر يشيل نادي الزمالك، مع احترامي للاعيبه اللي جت دي كلها، مع احترامنا ليهم كلهم فوق دماغنا، لكن مش لعيبه تشيل نادي الزمالك غير اللاعب اللي احنا شفناه وادى وواضح اداؤه اللي هو خوان الفين. النهارده هو اللي كان بيلعب بروح. النهارده وادي دجله كان بيلعب خوان الفين بس. النهارده لاعب زي احمد ربيع معرفش ايه اصابته دي، يعني النهارده 5 ماتش وجاي، هو يعني مش فاهم يعني اصابه طويله تقعد معايا لشهر بحاله. هو كانوا بيقولوا اصابه عاديه اجهاد وهيلعب، مش موجود. طب جهاد فين؟ محمود جهاد فين؟ مش موجود. قال لا طب فين اللعيبه؟ يعني النهارده احنا كنا بننتقد دونجا، يعني هو دونجا اللي كان شايلني هو وشحاته؟ يعني شحاته لما جات له اصابه ودونجا عشان ايقاف، النهارده هم دول هم اللعيبه بس اللي كانت شايله الزمالك في خط النص؟ يبقى انت النهارده بنقول على السكواد كل اللي جه مش عارف، انا قلنا مش لعيبه سوبر. النهارده اللي اسمه شيكو بانزا ده مفيش، ده راجل العاب قوه عايز يجري وخلاص، لكن اداء وفنيات مش موجوده. الدباغ بيلعب راس حربه، المفروض انا جايبه راس حربه على طول بيرجع ورا.
فبيضيع مجهوده. عشان كده احنا عندنا الهجوم عندنا ضعيف ومش شايفينه، عشان كده اللعيبه مش بتروح على الجون كتير. طب ايه برضو؟ هنقول برضو مدير فني واحد زي ناصر منسي مفنش الدوري معاك، هو هداف الفرقه وعامل شكل للفرقه، قعدته بره للدباغ. ده المفروض هو اللي كان يبدا والدباغ احتياطي ليه. فين احمد شريف اللي هو بيجري على بيلعب على اللوناج وبيلعب برضه بيكملك جوه راس حربه؟ انت برضه بتلعبه 15 دقايق، ما ينفعش. والنهارده مستبعده خالص. دي اللعيبه اللي انا جبتها. قلنا غلط مشيان شلبي وغلط مشيان نيمار. انت النهارده مخليلي لعيبه ما ينفعش تقعد في نادي الزمالك اصلا، ما ينفعش. الونش النهارده عمل خطأ كبير وبرضه مش مركز اللي هو يجيب مستواه. انت نجم كبير زي دوت يا كابتن ونش، انت النهارده بتضرب اللاعب وانت مغلوب، ده وقته. يعني انا عايزك عشان الحق اتعادل، او يا عم مش هقول اغلب، هقول اتعادل، راح تتخانق وانت كابتن نادي الزمالك التاني بعد عمر جابر. ده ينفع؟ دي ينفع؟ دي القياده ديت يا كابتن؟ والكابتن عبد المجيد والله انا عايز الناس تراجع الجونين اللي دخلوا في الزمالك، هتلاقي عبد المجيد مشترك في الخطأ. ليه عبد المجيد مش مركز؟ عبد المجيد عايز يمشي، ما يمشي يا جدعان، اللي عايز يمشي يمشي، ما تفتحوا الباب للي عايز يمشي. ما هو انت طول ما انت قاعد وبتلعب كده بدون رضا وبدون قناعه مش هتاخد منه حاجه. النهارده الجون الاولاني، انت الراجل اللي جاب الجون ده بتاع وادي دجله، المفروض ده كان مع يعني اللي يتفرج على الماتش كده تاني هيلاقي اللاعب ده اللي هو جاب الجون كان المفروض اللي ماسكه حسام عبد المجيد وكان معاه، سابه وراح لبنتايج. طب بنتايج معاه 2 لعيبه تاني، انت ايه اللي موديك يا عبد المجيد وسايب الراجل دوت لوحده في ال 18 جاب الجون؟ ادي الغلطه الاولى. الغلطه الثانيه برضه معاه الكوره وقاعد الملعب كله قدامه وراح يزنق فتوح وادوله الكوره، ورطه والله. ما برضه ما يعني ما بنبررش فتوح من اللي عمله، ده عمل النصيبه، ما الجون برضه منه وثلاث ارباع المسؤوليه هو اللي يشيلها. لكن انا بقول لك الاخ عبد المجيد اللي مش معانا خالص، اللي مش مركز. اللعيبه اللي نزلت اللي كان ادم قايد بيلعب على الخط وقاعد بيطلع كوره اوت، بس هو تقريبا كان حاسس ان الزمالك هو اللي فايز. نازل مفيش تركيز واللعيبه نازله قرفانه مش بروح. برضو احمد حمدي نازل بقى، يعني انت جاي تنزلني دلوقتي؟ مفيش روح، مفيش اداء خالص مفيش. ناصر منسي نسي الكوره، نسيها. فانت النهارده جاي تقول لي سكواد ده انا عملنا فين؟ كابتن ناصر ماهر النهارده هو اللي ضيع الدنيا. كابتن ناصر النهارده كان معاه انفراد عايز يقعد اللعيبه وينيم ويقوم ويقعد وبتاع ويحط جون بقى ايه برازيلي. يا عم حط جون وعندك زمايلك 2 معاك في ال 18 يا عم، باصي. ما هو ده اللي بيخلي الزمالك اللعيبه فيه يعني تحس مش نقول ايه ما بيحبوش بعضهم. ما هو انت لما تكون معاك 2 قدام الجون وما انتش راضي تلعب لحد، يبقى ده ايه؟ ما هو مفيش محبه. ما انت لو بتحب زميلك هتبصله يجيب جون لان هو عنده السهل. لا سيادتك عايز تقوم وتقعد. ايه رايك يا كابتن ناصر دلوقتي في الهزيمه بتاعت النهارده؟ ايه رايك؟ حلوه؟ كويسه؟ ايه رايك؟ لعيبه كلها يعني لا مبالاه، لعيبه كلها. الكابتن برضو سيف جعفر انا عايز العب، انا قاعد احتياطي، انا ما بشاركش، نفسي اخد فرصتي. النهارده 99% كل لعبه ميس باص، مفيش اي كوره لعبها صح، وفي الاخر يقول لك انا عايز العب، انا مظلوم. يا جدع ده اللاعب بيستنى الفرصه يا جدع. النهارده انتوا بتلعبوا فريق كله بالاحتياطي بتاعه اللي نزلوا ما يجيش 8 لاعب في الزمالك مع احترامي ليهم، لكن النهارده ادوا اداء ولا اروع من كده، ولا اروع. لكن احنا بقى الاخوه اللي عندنا بقى دلوقتي الزملكاويه اللي هم بقى ايه بيطبطبوا، هيقول لك الله طب ما وادي دجله ده متعادل مع بيراميدز يا جماعه اللي غلب الاهلي. ده وادي دجله ده تتفرج عليه بس في المباريات اللي جايه، ده مش عارف ايه، هتتفرجوا على الطبطبه ماشيين بقى ايه اطبطب اخبط مش عارف ايه، هو ده اللي قدرت عليه. هم هيمشوا على كده دلوقتي هيطبطبوا كده، لكن لا هو ده السكواد اللي عندك. فانا بقول للجمهور اللي النهارده كان قاعد ساكت وقاعد بيشجع بس، ها شوف جمهور الاهلي كان بيعمل ايه مع اللعيبه امبارح.
ها، وهيرضوهم، وهتتفرج الفتره الجايه لعيبه الاهلي دي هتعمل ايه وهترضي جماهيرها ازاي. لكن انت عندك لعيبتك مش هتعمل حاجه. ليه؟ وبقولها وقلنا قبل كده، السكواد ده مش هيديك المراد، مش هيدي الجمهور الزمالك، وانا بقولها لكم اهو بالمنظر ده، السكواد ده مش هيدينا حاجه. النهارده المصري يعني تصدر الدوري، بدل ما انت كنت خدتها فرصه عشان في توقف للمنتخب اللي ان شاء الله نتمنى له التوفيق، لا سيادتك ايه، رفضت، سبته للمصري ورفضت اللي انت ايه يبقى في فرق ما بينك وما بين الاهلي وبيراميدز، رفضت سيادتك. ليه؟ ما هو ده السكواد اللي عندك. انت النهارده مع احترام متعادل مع المقاولين درجه تانية، والنهارده مغلوب من وادي دجله درجه تانية، يعني لسه طالعين من درجه من التانية، ما لعبتش حد لسه. ده انت لسه عندك مصري وعندك بيراميدز وعندك اهلي وعندك زد وقصه. انت النهارده مع احترامي ليك بتتغلب وتتعادل مع الفرق اللي طالعه من الدرجه الثانيه، يبقى هتعمل ايه؟ فاحنا قلنا سكواد ضعيف. وبرضه بننبه الاخوه الاعلاميين بقى، لو هم بقى اللي هم الاهلاويه والزملكاويه الانتماءات ديت، اللي احنا قلنا هنا، والله اللي متابعني يا جماعه بالله عليكم اللي يتابعنا، احنا بنتكلم الحمد لله عارفين كوره ولعبنا كوره. احنا قلنا غلطه للاهلي مشى اسلام النحاس، غلطه للاهلي مشى عماد النحاس، الراجل واخد لك دوري مشيته. غلطه للزمالك مشى ايمن الرمادي، راجل واخد لك كاس. النهارده الاهلي ايه، مشى الراجل بعد 4 مباريات خلاص، وهيجيب دلوقتي النحاس اللي هيقود الاهلي مؤقت قبل ما يجيب مدرب، برضه هيجيبوا اجنبي، مش هيسيبوا النحاس. فنصيحه اللي الزمالك يدور على مدرب من دلوقتي. اتمنى من الاخوه الاعلاميين اللي عملوا حمله على ريبيرو مدرب الاهلي وخلوه مشي، وخلوا اداره الاهلي مشيته، اعملوا حمله بقى يا جماعه. هو الزمالك ده مش يهمكم؟ اعملوا حمله بقى، ولا انتوا فرحانين باللي وقعان دوت وهتطبطبوا وتقولوا ده مدرب كويس بس ماتش وعدى واللي جاي يبقى افضل ومش عارف ايه، وتنيمونا في الذره عشان الراجل ده يفضل موجود كده، عشان المصلحه العامه تمشي بقى بتاعت الايه، الانتصارات الاخرى. اتمنى تعملوا حمله تقولوا الراجل ده فنيا ضعيف بتاع الزمالك، ما ينفعش يقود الزمالك، ده نادي كبير عليه قوي 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 يا جماعه. فانا بقول الله يكون في عون جمهور الزمالك، واتمنى يا رب اللي يعني الفتره اللي جايه دي عين الاداره تشتغل على 2 3 لعيبه 4 كمان او 5 لعيبه سوبر عشان يشيلوا الفريق في الفتره اللي جايه. لان يا جماعه الدوري صعب، صعب جدا جدا جدا. وقلت من اول حلقه عملتها، قلت اتمنى بالسكواد اللي فيه الزمالك ده لو خدت مركز 3 يبقى كويس. فانت النهارده فرصه، انت لسه ما رحتش بعيد عن الصداره. فاتمنى اللي الاداره تخلي بالها من اللي جاي، تركز على 5 6 صفقات سوبر، وتمشوا اللعيبه اللي مش عايزه تلعب، اللي عايز يمشي يفتحوا له الباب ويقولوا له مع السلامه. ولسه زي ما بقول لاداره الزمالك لسه الوقت ما فاتش. اتمنى اللي انتوا تخلي بالكم، لان اللي جاي صعب جدا جدا يا جماعه. وشكرا.